تعالى اقولك لو عندك نص كيلو سجق تعمليه ازاي في 10 دقايق كده. كان تحفه وطعمه فظيع والريحه قلبت البيت. في طاسه عندي نزلت بشويه زيت، بعد كده مقطعه بصلتين شرايح. اول ما الزيت سخن نزلت بيهم، بدات اشوح كده في البصل كويس. كمان عندي فلفل حامي وفلفل عادي، بدات انزل على البصل، لازم يتشوحوا كويس. طماطمايه كده قطعيها شرايح وانزلي بيها على الخضار وقلبي فيهم كويس. بهاراتك بقى ملح وفلفل، كمون، كزبره، وشويه بهارات فراخ او بهارات لحمه براحتك يعني. هنا خلاص كان الخضار بدأ يدبل. السجق بتاعي كنت مقطعاه قطع كده كبيره، بدأت انزل على الخضار ده. بصوا انا عايزه اقول لكم كانت الريحه قلب البيت بجد. بدأت كده اقلبه بقى، اشوحه مع الخضار. لازم يتشوح كويس، يعني اهم حاجه تشوحه كويس وما تقلبيش بسرعه عشان السجق ما يتكسرش. بعد كده